السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو طريقه جديده، يعني ما عارفين نديروها، لكن بالمواصفات اللي راح نديروها راح تكون جديده علينا. بطاطا كوشه مع دجاج مشوي. تبعوا الطريقه والمراحل حتى للنهايه باش تحصلوا على بطاطا كوشه وعلى دجاج مشوي، غنقول لكم مكوي بنكهه مميزه. هنا راه عندنا يعني هذه بطاطا مع كما كتشوفوا الشحم، كما هنا قلت لكم عندنا الشحمه تاع الغنمي كما كتشوفوا. عندنا هذا الطماطم، انا دايره طماطم مغرف، طماطم مصبره مع مغرف طماطم يعني خادمتها لاصوص، مع نص ملعقه صغيره جدا سكر تاع هريسه. هنا طماطم مع الرند، هون بصل، وهذه كما راكم تشوفوا فلفل احمر مع الجزر، مع هاد الكابويه اللي مقطعتها شرائح صغيره، مع هذه التتبيله خاصه بالدجاج. يعني هنا الزعتر مع الملح مع قليل من الكمون، وهذه هي. تبعوا الوصفه وراح تنجحوا فيها وراح يجيكم طعم لذيذ، طعم خرافي، بنه خرافيه. هنا اول حاجه راح نحطوها هذا الشحم كما راكم تشوفوا، وراح نديروا هذه البصله فوالا. تبعوا معايا باش تتحصلوا على غذاء رائع جدا. راح نضع هذه البطاطس، يعني هنا ضرب عصفورين بحجر، بطاطا كوشه مع دجاجه مشويه. وراح نضيفو كما هكا، يعني طبق رائع جدا واقتصادي. اللي ما عندهاش دجاجه كومبلي دير صدر تاع الدجاج ولا دير فخذ تاع الدجاج. وهنا راح نضع هذا اللي كنت نقول لكم عليه. فقط تبعوا كما راني دايره راح تتحصلوا على غذاء رائع جدا. وهنا راح نديروا من هذيك التتبيله اللي كنت وريتكم، يعني هذه التتبيله رائعه جدا. راح نقول لكم راه فيها الملح مع الكمون مع الزعتر، وفيها ثوم بودره كما راكم تشوفوا. راح نديروه هنا. دوكا بعد ما درنا هذا بجهه راح نجيبوا هذا الدجاجه، راح نديروا فيها هذا التوابل كما راكم تشوفوا. ثاني هي راح نتبلوها، يعني لاحظوا جيدا. كيما راها خلوها متبله ما ديروا فيها والو، يعني راه فيها الملح فيها كلش توابل، راح نقلبوها فوق هذه الخضره. يعني كيما راكم تشوفوا ديروا لها من التالي، تعرفوا علاش درنا لها كيما هكا. فقط تبعوا نفس الطريقه. يعني ونجيبوه الزيت كما راكم تشوفوا، يعني هنا ما راحش ندهنوها ولا نديروا لها اي حاجه، صحيح درنا لها التوابل، راح نخلوها طيب بها بهذيك الخضره. وباش تطيب لكم غايه تجيبوا بلا كيما هذا، يعني قدر بلا، وراح نديروه هكا. هنا عندنا
هاد الشوربه رقيقه مع هذا الروز كما تشوفوا. فيضناهم، راح نصدروهم باش نديروهم مع هذاك الطاجين اللي كنا درناه. راح نخلوهم هنايا يقطروا، وهذا الماء راح ندو منه شويه ونديروه مع هذيك بطاطا كوشه وهذيك الخضار. يعني هنا راكم تشوفوا كيفاش راهو جاي شباب، يعني حابه نفرزها. ودركا كما كنتم تشوفوا الدجاج تاعنا هي طايبه، يعني الدجاج هي طايبه يعني ما شاء الله، يعني جات حمرا شابه. يعني فوالا كما كنتم تشوفوا خرج احمر شباب. شوفي هذه طبقه، يعني ما كان لا تزيدوا له لا اضافات لا حتى شيء. بصحتكم ما تنسونيش بالجيم والاشتراك بارطاج.